حضرموت عنتر بتاع المندي يبعت لي لحمه محمره في الزبده. طلبت صينيه ب 1000 جنيه من حضرموت عنتر، جالي الكميه دي. وجبت لكم كل عروض حضرموت عنتر الجديده يا جماعه، صينيتين كبار وصينيه وسط، والقنبله الصغيره دي بيقولوا عليها حوار، يعني دي عمالين يراهنوني عليها بومبه تقيله وضخمه. ونسمي الله، نبتدي بالقنبله الموقوته ولا نخليها الاخر؟ نبتدي بالكبيره. خلينا في الكبيره وننهيها بالموقوته. تعالوا نبتدي بصينيه من الصينيتين الكبار. بسم الله، ونفتح. واول صينيه معانا عنتر ابن شداد. حضرموت عنتر عامل صينيه ومسميها عنتر ابن شداد، فيها توم تيس، فيها نص فرخه شيش، نص كفته، نص طرب فرخه مندي، ونص ممبار. ايه، بص انا بحب الحته دي قوي لما تطلب توم تيس. هل هي هتقع معانا يا سيدي الفاضل؟ الاختبار ايه الذوبان. اه خرجت اللوحه. وتعالوا نسمي الله ونبتدي بقطعه المندي المفضله لقلبي. ولو فاكرين مقارنه الخرفان اللي احنا عملناها، فطعم الضاني كان في حضرموت باين، والصراحه ياخد 10/10. موزه موزه موزه، الله عليك، فكني يا سيد الفاضل. لما تجيلك حته موزه في المندي تستمتع وتسمي الله وتضرب بالخمس. وحلاوه المندي ما تنسيش هاني فود انه يوزن الحاجه حتى لو هو عرض. يعني العرض ده ب 2000 ونص بدل 4000 يا جماعه، عشان تبقوا عارفين العرض ده ب 2000 ونص، فيها نص طرب وطالع نص و50 جرام. تحياتي يا الحاج عنتر، كده احنا مزنا حلال في الطرب. وصابع الطرب ايه بقى، وظبطوه ظبطه عن المره. بص ايه ده، تعالى كده يا سيد، تعالى كده يا سيدي الفاضل يا بوشه. بص يا بوشه بص يا بوشه اللي هينقط من ايدي. ايه ده يا بوشه؟ صابع ديناميت، ده صابع قنبله. ضحي بنفسك واديها طرب من حضرموت عنتر، ودي حلال على اللي بيصور. العرض اللي بعديه يا جماعه الصينيه الجديده موت. دي بقى انا مستغرب استغراب تام. ازاي حضرموت عنتر بتاع المندي يبعت لي لحمه محمره في الزبده؟ ايه ده؟ ورز بشعريه؟ انتوا بتهرجوا ولا حضرموت اتغير من ورانا ولا ايه؟ والصينيه دي ب 2000 جنيه، اسمها صينيه اهل البلد. تقريبا سرقوا الاسم ده مني من شيرين بزون، كنت مسمي بنت البلد وخدوها مني. ما علينا، تعالوا نشوف المنظر. لحمه محمره، ولي اول مره في حضرموت عنتر لحمه محمره بالسمنه. وعلى حضرموت عنتر بيقولك مشهور ان هو عنده جزاره، فجايب لحمه جوسي لوسي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المنظر؟ انتوا شايفين المنظر؟ لحمه محمره في السمنه ومعاها سمنه. نسمي الله. قطعيه لحمه جباره، دي قطعيه لحمه سن. بص المنظر، ايه ده؟ ايه الجمدان ده يا جدعان؟ ايه الطريان ده؟ ده انا قاعد في فرح في الصعيد وحاطين منابي قدامي. ان المطاعم دلوقتي توصل للمراحل دي في اللحمه. الصراحه الريحه جباره. ولأول مره ادوق رز بشعريه في مطعم المفروض ان هو ماشي في طريقه يمني. عمل لنا رز مصري ولحمه محمره مصري. حضرموت عنتر بدأ يخرج خارج الزون الطبيعيه. وانا من عشاق اللحمه والرز ابو شعريه. اللي عارفني انا بموت في الرز ابو شعريه بجد، مش بهزر. وعاملين رز بشعريه عالمي وجايبين فته مع اللحمه. يعني انا ادوق ايه ده، لقيتهم بعتوني مع الصينيه دي، لقيتها يعني صلصه فته. فيا صديقي اعمل زي ما انا هعمل كده، ولكن انا مش عارف هل الرز ابو شعريه هينفع مع الفته. حط حته لحمه وسم الله. اللي وراك كمان انا مبسوط قوي. واو قوي يا ولاد اللعيبه، ده اجمد من مندي يا ولاد الذين. ايه ده؟ انتوا حاسين باللي انا بقوله؟ بصوا قطعيه اللحمه. والولاد الذين عشان جزارين هيبيعوا للناس الحاجه العاديه وخلوا لنفسهم الكواليتي. ابن الذين مجرمين. تحياتي ليك. خش على الحمام اللي انا بحبه. وعايز اقول لكم ان فيها بطايه كمان محمره في السمنه، 4 فرد حمام، فيها كفته وطرب وممبار. واغلبيه الصينيه الصراحه لحمه محمره. وبامانه الله دي لحمه بلدي، انا ما بكذب، دي لحمه بلدي نظيفه. بسم الله. اكل الحمام، اتفرج على هاني فود وهو بياكل حمام.
بقول لك ايه، مش عايز اكمل تصوير، سيبني من العربية فرقة حمام دول لوحدي. طول عمري باكل بط مندي من عندهم ماشي، لكن بط محمر انتوا غيرتوا الفكره ولا ايه؟ فكره المطعم اتغيرت. طب تعرف ان انا هوزنها بقى عشان اشوف لما ادفع 2000 جنيه في الاوردر ده يستاهل ولا لا. والبطه طالعه 2 كيلو و100 جرام بعد ما اتعملت، يعني دي تقريبا حوالي 4 كيلو 3 كيلو ونص. الناس اللي فاهمه فسخ كده. بص المنظر عجبك ها؟ المنظر عجبك؟ مش خساره فيا، موت مش خساره فيا. بسم الله. سيبك من الرز البسمتي، تعالى على الاختراع ابن اللذينه الجامد ده. بص لونه عامل ازاي ابن اللذينه، شارب شوربه لحمه. الناس دي النهارده عدت كل الافكار والمقاييس. طلبت صينيه ب 1000 جنيه من حضرموت عنتر، جالي الكميه دي. لو ما جاتلكوش الكميه دي ب 1000 جنيه خشوا اعملوا معاهم اللي انتوا عايزينه. بصوا، هي لحم مندي سبيشال مخصوص، يعني ده لحم مخصوص، قالوا مندي مخصوص. يعني اللي كان الصينيه اللي فاتت دي عاديه، دي حاجه اسمها لحم مندي مخصوص. يعني هل دي فيها ايه؟ هنا اللوحه اكبر شويه ماشي، هنا قطع متقطعه بطريقه تانية غير قطع هناك ماشي. لا واضح ان الدنيا تمام. في 5 قطع شيش، 5 طرب، 5 كفته، 5 ممبار، ربع سجق، ونص فرخه. كل ده ب 1000 جنيه. بصوا المنظر اللي جالي ما جالكوش، اعملوا اللي انتوا عايزينه فيهم. انا بقول لكم ده اللي جالي ب 1000 جنيه، وده عرض اسمه إيه؟ يا نهار ابيض يا جدعان، ايه ده؟ وعايز اقول لكم ان كل الحاجات دي، انا رحت فرع العبور كان زحمه موت موت، مفيش مكان. ربنا يرزقكم، احنا مش بنحسد. مفيش ويتنج حبه حلوين، يعني قدامك 30 40 ترابيزه ويتنج واكتر كمان. ما لقيتش اصلا ركنت بعيد ورحت دخلت طلبت كل الاوردرات دي تيك اواي. وعايز اقول لكم ان لحد دلوقتي الاسعار انا مستغربها، والعروض دي هتقعد لامتى؟ انا شايف ان العروض دي لو ما عادتش فتره يبقى احنا كده بنهزر. نخش على اللي بعده ونخش على البومبا. انا بالنسبه لي اهم حاجه اوريكم العروض. والصينيه الوحيده اللي هنقدر نوزنها على ميزاننا الصغنن ده طلع 4 كيلو 800 جرام، يعني لو الميزان ظبط نفسه سنه كمان هتطلع 5 كيلو. 5 كيلو ب 1300 جنيه. هي اغلبيتها رز ماشي وفيه عيش وبتاع. تعالوا نكتشف اشمعنى اللي فاتت ب 1000 جنيه ودي ب 1300 ودي شكلها اصغر بس عاليه كده لفوق. ودي اسمها صينيه النغنغه والحاجه بتتساقط. طب ليه ما حطيتهاش في صينيه كبيره زي اللي فاتت؟ اشمعنى دي مميزينها بالمنظر ده؟ طيب صينيه النغنغه ب 1300 جنيه يا جماعه، وبيقولوا ان الصينيه دي شامله الضريبه. كاتبين كده 1 2 3 حمام، 6 ممبار، 6 شيش، 6 كفته، 3 طرب. يعني ايه اشمعنى الطرب؟ الطرب اغلى من الكفته، حاطين 3 وكفته 6، ولحم مندي سبيشال. اللي فات الصينيه اللي فاتت ام 1000 جنيه كان فيها لحم مندي مخصوص، ده اسمه لحم مندي سبيشال. التقطيعات بتفرق في البيع والشراء تقريبا عندهم. فيها قد ايه مندي؟ عد معايا قطعه 2 3 4 حوالي 5 قطع ولا 4 مثلا حلوين. بس بص برضك اختبار. بص الحته دي اصلا بتبقى عند صدر الخروف، خد الحته دي في قلبك. بص انا عايز ادوق السبيشال. سبيشال دهون. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ الصينيه دي يا جماعه تمنها 1300 جنيه، اسمها صينيه النغنغه. احنا كده جبنا لكم كل عروض حضرموت عنتر. انا عارف انها هتستمر شويه، ما تقلقوش. ثقوا في كلام هاني فود، ثقوا في اراء هاني فود. اقفل الفيديو وما تنساش تعمل لايك وسيب الناس اللي ورا تتبسط.